في لقطة كده الدقيقة 88 استفزتني قوي بالأمانة والله. كانت هجمة للسولية اللي هو حسين عملها له شيبنج كده وطلعت كورنر، حب يستلمها كده بجنب رجله كده وطلعت كورنر. كولر بينفخ. انت بتنفخ ليه؟ قسما بالله انت اللي نفختنا النهارده. اللي هقوله ده يا جماعه معلش مع احترامي يعني ما ملوش علاقه بقيمه اللعيبه اللي كلها اللي موجوده في الملعب، ولا له علاقه بتقييمات لعيبه ولا اي حاجه. انا النهارده كولر غيظني غيظ، يعني مش عايز اقول لك يعني ان هو شلني النهارده. يعني كولر شلني، واظن ان هو شل جميع الاهلاويه اللي قاعدين بيتفرجوا. رقم واحد انا مش هتكلم معاك ككوره، ان احنا النهارده ما جيناش كوره ولا لعبنا كوره بجنيه. وفرقه سيراميكا بصراحه يعني انت قاعد شاللنا طول اليوم، يعني قاعدين بنتفرج على المباراه قلقانين فرقه سيراميكا تتعادل. يعني انت لغايه الدقيقه يعني 10 دقايق وقت بدل ضايع، اقسم بالله العلي العظيم حرام سيراميكا ما تتعادلش. يعني حرام سيراميكا ما تتعادلش، ولو كانت سيراميكا تعادلت في المباراه دي كنا احنا خرجنا، كنا احنا طلعنا من البطوله دي. ما احنا مالناش حظ في ضربات الجزاء، واحنا فرقه منحوسه في ضربات الجزاء. تعالى لي بقى مع ايه، يعني اتكلم معاك مبدئيا كده في التشكيل اللي هو الراجل حاطه. يعني ايه الشلل والنفخ اللي في التشكيله دي؟ ده انت لو نازل عايز تخسر مش هتبدا بالتشكيله دي. مع احترامي طبعا انا واحد من الناس اللي بأيد طبعا وجود شوبير، ده الحاجه الوحيده الحسنه اللي كانت في التشكيله هي. والحسنه الثانيه ان كان اللعيب الوحيد اللي فايق طاهر، يمكن احرز لك هدفين وراجل مش فرود جاب لك هدفين خلاك يعني بسببهم صعدت النهارده للنهائي. بتتكلم في رامي ما شاء الله عليه النهارده، رامي ربيعه مات. ياسر ابراهيم تعيش انت. يعني ياسر ابراهيم انا مش هقيم لعيبه واديهم كام من 10 والكلام ده، بس ياسر وحش جدا. ومش هقول لك يخاف على مكانه، ياسر لازم يريح. يعني ياسر مش هيخاف على مكانه عشان يضيع. حرام يبقى انا شاري 2 لعيبه سوبر زي اشرف داري ويوسف ايمن، وانا لاعب ياسر بالمستوى يعني ما شاء الله عليه الزفت اللي هو بيقدمه ده. تمام. عمر كمال الراجل يعني مش هقول خد مكان محمد هاني باك يمين النهارده، كان الى حد ما كويس. يحيى عطيه الله يعني انا مش بظلمه، بس هو ما فيش علي معلول تاني يا جماعه. يعني هو ما فيش علي معلول تاني، يعني احنا مش هنشوف علي معلول تاني خلاص. هو الراجل ده يعني ايه لحد ما اللي نتسند عليه، يعني هو لعيب نتسند عليه. انما ادواره الدفاعيه قليله جدا، عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا. وادواره الهجوميه ومش علي معلول بقى، يعني حتى علي معلول كنا بنقول عليه قليل دفاعيا، انت هجوميا بقى علي معلول بيكسر الدنيا بيبخ نار بقى. انت فين؟ يمكن الراجل الحسنه الوحيده اللي النهارده في المباراه الاوفر اللي من الضربه الركنيه اللي طاهر احرز بيها الهدف الثاني. تمام. كريم نيدفيد بقى يا ابني الله يسترها معاك. انا عايز افهم المدربين كلها بتلعبك ليه؟ هو انت يا عم انت ليك حصه في النادي الاهلي ده؟ يعني ليك اسهم في النادي؟ انا مش فاهم والله. قسما بالله ده لعيب يتقال له يا ابني خد فلوس وامشي. احنا نلم له جمهور الاهلي نلم له فلوس ونمشيه. خدوا مننا ومشوه يا جدعان، بلا اعرف يا عم نص ملعب ايه يا عم. وانت يا عم كولر الله يسترها معاك، فرقه سيراميكا ماسكه المباراه منك من اول المباراه. اللي هيقول غير كده قسما بالله بني ادم ما بيفهم كوره. انا بقول لك فرقه سيراميكا افضل من النادي الاهلي في كل حاجه، ويمكن على فترات بسيطه قوي كوره ولا 2 في كل شوط اللي يعني في لينا الرمق فيها. انما احنا بنتكلم كوره، لا احنا ما جيناش كوره النهارده. فرقه سيراميكا مسيطره بالطول والعرض وفنيات وثلاثيات وحاجه، يعني حاجه تشرف. ايمن الرمادي مدرب يشرف الكره المصريه بالامانه يعني. كولر بقى اللي يعني جاب لي جلطه وهيجيب لي ايدز ولا ايه انا وكل جماهير النادي الاهلي. كولر النهارده يا عم باينه ان فرقه سيراميكا ركبت الماتش والفرقه سايقه نص الملعب، وانت بادئ لي مش بسم الله ما شاء الله بالحاج كريم نيدفيد اللي ماشي بعكاز وقفشه وامام عاشور اللي انت رميتهولي جناح شمال، وسايب لي حسين الشحات بره، ومقعد لي اسامه ابو علي بره، ومقعد رضا سليم بره، ومقعد الاسلحه بتاعتك، وبادئ لي بسم الله ما شاء الله بناس يعني هتجيب لنا جلطات. يعني انا هو مش مقياس يا جماعه المباراه اللي انا بتكلم عليها النهارده على تيم الاهلي. يعني تيم الاهلي اللي هيلعب في الفاينل قدام النادي الزمالك هتلاقي تيم تاني مختلف وهتلاقي كره تانيه مختلفه، انا واثق من كده. بس انا بتكلم على مدرب قاعد على الخط، قاعد المفروض يبقى مركز في كل تفصيله كبيره وصغيره. فرقه سيراميكا ركبت منك الماتش، وايمن الرمادي ركب منك الماتش، يا اخي بقى نزل بدري بقى كوكا، نزل مروان عطيه، نزل السوليه، وبعدين خلاص يعني بقت في قاعده في دماغ كولر. انا مش عارف يا جماعه، لازم الاداره تتدخل في القصه دي. النادي الاهلي بيجيب جون ويترصوا ال11 ورا ونلعب على المرتدات، مش ده الاهلي يا عم. ما تشليناش بقى يا عم.
مش ده الاهلي. عملت كده مع جوميز 3 مباريات ورا بعض مع الزمالك، الراجل كل منك كل المباريات، واخرهم السوبر الافريقي خد منك البطوله. ما تشيلناش بقى، مش الاهلي اللي يجيب جون ويركن يركن طابور ويركن قطر ونلعب على المرتده. مش احنا اللي كده يا جماعه، احنا اللي بنقتل المباراه من بدري جون واثنين وثلاثه. ايه المشكله يا عم؟ العب واخسر، العب واخسر، مش كده. تحرقوش دمنا، احنا ما جيناش بجني كوره. سيراميكا احسن مننا، قد يستحق بالامانه يلعب فاينل السوبر المصري. اتمنى ان كولر يراجع حساباته، واتمنى ان مجلس اداره النادي الاهلي يكون له تدخلات يا جماعه في اللي بيحصل في الفرقه. يعني اللي بيحصل في الفرقه ده صعب جدا، الجماهير النادي الاهلي تتحمله كتير. والله يا جماعه كده، وربنا بتاذونا صحيا، ويعني بتاذوا الجماهير. يعني مش كده يا جماعه، انا مش هقول ان ده مقياس وان دي مباراه انتهت. الحمد لله ان الاهلي في اسوأ ظروفه بيعرف يكسب، وبنعرف نطلع بالمباراه ووصلنا في النهائي. بس بالامانه عايز كل واحد يقول حق ربنا. احنا حق ان احنا نوصل النهائي، خلينا حق ان احنا نوصل النهائي، ودي نتيجه ودي كوره، وان الاداء مش دايما بيبقى مع الناس. بس احنا الاهلي بقالنا فتره وحش، بقالنا فتره كولر بيلعب بنجيب جون بدري. ان النهارده مفيش بدايه احسن من كده، جون في اول المباراه مفيش بدايه احسن من كده. بترجع لورا ليه؟ طيب انت بترجع ليه وتقفل ليه؟ انت بتقفل ليه يا كولر؟ وبعدين يا عم لقيت الفرقه اللي قدام منك مسكت نص الملعب ومسكت الكوره، لقيت عندك عجز كريم ندفد. الله يلعن الميتين الكوره واللي لعبوه الكوره يا راجل والله العظيم، الله يلعن ابو امي. انا مش بشيلك الليله يا ابني، انت وياسر ابراهيم انت الاثنين لعبوا النهارده، انت الاثنين لعبوا كوره النهارده، انت وياسر ابراهيم. يا جماعه النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا، النادي الاهلي مش عارف يحضر كوره من تحت، مش عارفين نطلع بالكوره. يمكن مصطفى شوبير، يمكن الميزه اللي فيه ان هو بيلعب برجله كويس. الاثنين المساكين اللي عندنا رامي متالق وفايق ومع المنتخب فايق وكويس، بس رامي ربيعه اخر الكره الطوليه يا جماعه، بيمسك الكوره بيلعب الكوره الطويله كويس ومميز فيها. ياسر ابراهيم تعيش انت يا حاج. النهارده يعني قسما بالله انا ضحكت ضحك، انا قاعد بتفرج على 10 دقايق الاخر بضحك. مروان عطيه بيشوط الكوره بيطفشها، بيقول لها روحي ما ترجعيش يا شيخه، روحي ما ترجعيش. مش عارفين نمسك كوره، مش عارفين نطلع بالكوره. عيب كده والله عيب. انا دمي اتحرق والله للفرقه ككوره. فرقه سيراميكا لعبتنا كوره، بهدلتنا كوره يا جماعه. فزنا بالمباراه. كولر محتاج حد يا جماعه الصفقات. انا مش انا جايب اشرف داري ده ويوسف ايمن دول ليه؟ يعني هم ناس، لو ناس تلاميذ مش بتوع الكوره يا جماعه ما يلعبوش في النادي الاهلي. لو ناس على قدها ما تلعبش في النادي الاهلي. انت جايب صفقتين تقال يبقى يبدا يا عم. ما انت جبت يحيى عطيه الله وبدات بيه، اللي هو مش علي معلول ولا ربع علي معلول، ولا هيبقى عنده مشاكل كتيره يا جماعه دفاعيا. انا مش بقطع في الراجل بظلمه. يحيى عطيه الله اي حد لعب كوره وفاهم كوره، يحيى عطيه الله عنده مشاكل كبيره جدا دفاعيا. وكولر يا جماعه نفسي نجيب جون ونبطل رص الاتوبيس واللعيبه ورا، عشان انا اتخنقت من طريقه اللعب دي. عملناها قدام الزمالك ومفكرين بقى ان الزمالك هيفتح خطوطه ويبدا يهاجم واحنا نروح بمرتدات وفي مساحات ونخلص المباراه. يا جدعان مش كده، الاهلي مش كده يا جماعه. الاهلي بيمسك الكوره بيبقى راكب المباراه، اغلبيه المباراه بيبقى راكبها، والزمالك اللي بيلعبنا بالستايل ده اللي بيقف تحت الكوره وبيلعب على المرتدات. احنا قلبنا الايه يا جماعه، قلبنا. احنا دايما احنا الفعل مش الرد فعل. احنا حتى الفعل لما بنخسر ما بنزعلش، عشان بنبقى ضيعنا ورحنا بفرص كتيره جدا وضيعناها، فما بنزعلش من الهزيمه. عشان احنا النادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي يرص اتوبيس ورا يا عم كولر. يا عم اصحى كده يا عم بقى ولاعب الناس اللي انت، الصفقات الجديده اللي انت جايبها. وكمان غير كده كمان يا جماعه، يعني النادي الاهلي محتاج تدعيمات والله يا جماعه. قبل يوم 25 يا جماعه لازم يبقى فيه تدعيمات، لازم يبقى فيه فيرود تاني. النهارده طاهر ما اثرش، راجل جات له كورتين جابوا جونين وهو راجل مش فيرود. طب انت شايف الفرقه وحشه، مقعد وسام ابو علي للدقيقه 67 وحسين الشحات للدقيقه 70 ولا بتاع عشان تغير؟ يا راجل بلا قرف يا راجل، فوق بقى يا اخي بقى. انت ما كنتش كده. انا حاسس ان الدوافع عند كولر قلت وعند اللعيبه قلت يا جماعه. محتاجين ارصى عن كده. ان شاء الله النهائي يبقى من نصيبنا، والنادي الاهلي يبقى حاجه تانية خالص ان شاء الله في الفاينل. معلش طولت عليكم، بس انا من قرفي والله ان انا شايف ان النادي الاهلي ما كانش يستحق الفوز النهارده. مع السلامه.